بسم الله خوتي، السلام عليكم. اليوم جبت لكم هذا الحوار مع جمال بالعمري بعد ما رجع المولودية الجزائر كمدير رياضي. الراجل يعرف أغلب اللاعبين، لعب معاهم من قبل، ويقول هذا الشيء راح يسهل عليه المهمة. درك الفريق راح يتدرب في النمسا، هو يتابع كل صغيرة وكبيرة عبر الصفحة الرسمية. واضح باللي الراجل يحب الخدمة من الأول وبغى يولي قريب من المجموعة. نشوفوا الجزء الأول من الحوار. السلام عليكم. جمال بن عمري، مرحبا بك من جديد في مولودية الجزائر. بعد تجربة أولى كلاعب، هذه المرة كماناجر ناطق رسمي، وش تقول؟ السلام عليكم. أولا مرحبا بي عندكم، وشرف كبير لي أني نعود لمولودية الجزائر، سواء كمناجر وسواء كما كنت كلاعب. نفس الشغف ولا أو أكثر اللي رجعت به إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله يكون غير الخير إن شاء الله. إن شاء الله. جمال بن عمري، تعرف أغلب اللاعبين في الفريق، سواء اللي واجهتهم ربما في تجربتك الأخيرة كلاعب أو اللي كانوا معك موسم التتويج بالبطولة قبل موسمين. تشوف بلي هذا الامر ربما راح يسهل لك المأمورية، لانك راح تكون قريب بزاف من اللاعبين بحكم انك راح تكون ماناجر زائد ناطق رسمي للفريق. طبيعة الحال محمد، يعني أغلب اللاعبين، يعني تقدر تقول جل المجموعة نعرفها. خلينا كاين اللاعبين اللي كنت لعبت معاهم قبل 3 سنوات، وكاين اللاعبين اللي نعرفهم بالاسم بحكم كنت لاعب. كاين اللي لعب ضده، كاين يعني جازوا عليا في الكارير تاعي، بيسك أغلبية نعرفهم. أنا نظن هذا الأمر راح يسهل لي بزاف المأمورية تاعي، بحكم أني حنكون ماناجر. يعني احنا لازم عليا نكون قريب للاعبين في كل كبيرة وصغيرة. ان شاء الله حتى اللاعبين نوجه لهم رسالة انهم يخدموا خدمتهم ويسهلوا لي المهمة تاعي. ان شاء الله النجاح لمولودية الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله. جمال، كي نحكوا على الفريق الاول يحضر حاليا في نمسا تربص تحضيري هناك. الفريق نقل قبل 3 ايام، اكيد راك تتابع في تربص هناك وما يجري مع الفريق، وهل ستلتحق بتشكيلة النمسا؟ والله على راني نشوف اكيد الفريق راه في معسكر. راني نشوف سواء عن طريق الصفحة الرسمية تاع مولودية الجزائر، ولا عن طريق يعني المحادثات اليومية اللي راهي تكون بين الإدارة والطاقم الإداري ولا الفني اللي راه موجود هناك. أنا نتبعو كل كبيرة وصغيرة، وتربص نتوقع أنه راه يمر في ظروف ملائمة، في ظروف حسنة جدا. نتنقل للنمسا ولا لا، على حسب العمل هنا. إذا كانت سيرورة العمل كما رانا مبرمجين تكون يعني شوية سريعة، وإن شاء الله نخلصوا بعض الملفات إن شاء الله اللي رانا لازم نكونوا هنا باش نفريوهم. إن شاء الله لما لا نروح ونحضر مباراة ولا ودية ولا مباراتين باش في نفس الوقت نطمنوا عليهم عن كثب، يعني في أي مكان إن شاء الله، ونشوفوهم يكون أول احتكاك معايا ليهم. لكن الأهم الآن هو الملفات اللي لازم اللي راهي واقفة عليها الإدارة الآن في الآونة الأخيرة هذه. إن شاء الله إذا سارت الأمور على ما يرام إن شاء الله لما لا ننتقل باش نشوفوا المجموعة عن قرب إن شاء الله. جمال، اليوم ربما حديث الساعة في نادي مولودية الجزائر هو الميركاتو الصيفي وسوق الانتقالات، وكل ربما الضغط والكلام الكثير الذي يقال من هنا ومن هناك. اليوم جمال بن عمري عنده خبرة كلاعب دولي، توج بعديد من الألقاب، عنده تجارب احترافية سواء في الخليج أو في أوروبا عن طريق أولمبيك ليون الفرنسي. اليوم الخبرة هذه الأنصار ينتظروا إضافة كبيرة من جمال بن عمري من خلال الخبرة اللي اكتسبها في الميادين، ربما كأول تجربة له في كرة القدم، ولكن بعيدا عن أرضية الميدان بعد تجربة التحليل طبعا. واش تقدر تقول في هذا الجانب؟ طبيعة الحال يعني الموضوع الساعة هو الميركاتو. يعني أهم شيء بالنسبة للمناصر
خاصة مناصرين مولودية الجزائر والميركاتو، لأنه نعرفوا أنه حبينا ولا كرهنا نادي مولودية الجزائر كبر من كاع في كل الأصعدة، كبر من كل النواحي. من حق الجمهور يطالب بميركاتو يعني يليق بمستوى الفريق ويليق بمستوى التحديات اللي راهم جايين. وحنا كإدارة يعني من يوم جيت أنا نشوف أنه إدارة اللي راهي ماشية في نفس يعني في نفس السياق اللي راهو حابه الجمهور، بغض النظر على الأسماء اللي راهي مطروحة يعني هنا وهناك. أنا ماغري ما نحبش يكونوا أسماء مطروحة بزاف هذا، لأنه عبارة فقط عن راح يكون تشويش، فقط راح يكون تشويش على الصفقات. أنا نتمنى نطمئن الجمهور، نطمئن مناصرين مولودية الجزائر أنه الإدارة، وبحكم أنني في الجزء الثاني تكلم على الميركاتو، ملف بالعيلي وبن دبكة. يقول بلي دخلنا في الميركاتو وهذا موضوع اللي يحرق الجمهور. جمال يقول بلي الإدارة تخدم بشكل جماعي، ما كانش واحد ياخذ القرار وحده، وهو بغى يستغل خبرته سواء من الملعب ولا من التحليل. بالنسبة لملف يوسف بالعلي، قال كانت رغبة متبادلة والمفاوضات كانت سهلة وحضر الجلسات. أما قضية سفيان بن دبكة فالقصة مختلفة. هو قال كان متفاهم معاه على كل شيء، حتى زادوا له في العرض المالي، لكن اللاعب في الأخير قرر ما يجيش بعد ما استشار العائلة. جمال قال فهمت على خاطر هو كان لاعب، لكن مولودية كبيرة وما خصناش نوقفوا على لاعب واحد. بصراحة الحوار واضح وشفاف، والجمهور يحب هذا النوع من التوضيح. نسمعوا الجزء الثاني. نشوف ردود الأفعال الناس تقول باللي لازم الخبرة تاعك كما تحطها لنا في الموضوع هذا، في موضوع الميركاتو. بطبيعة الحال احنا نعملوا مولود الجزائر العمل مشترك، يعني ما كاش واحد اللي يقرر وحده، ولا عندنا يعني قرارات يعني واحد يتخذهم فرديا مثلا. لا بالعكس، انا من يوم جيت لهنايا شفت انه الباب مفتوح للجميع اللي ابداء رايه واللي اعطى الخبرات تاعو، واولهم انا لازم نعاون بالخبرات تاعي اللي سواء اكتسبتها من التجارب ولا من التحليل ولا في الملعب ولا في كل المجالات تاعي، باش نحطها هنا خاصة في الوقت هذا اللي تحتاجني فيه، سواء يحتاجني فيه جمهور مولودية الجزائر وإدارة مولودية الجزائر. والفائدة الأولى والأخيرة راح ترجع بإذن الله على النادي، لأنه في الأول والأخير النادي ولا راح يكبر، الرئيس يروح، اللاعب يروح، المناجر يروح، يعني والنادي يبقى ملك الجمهور، وإحنا لازم نطبقوا يعني رغبة الجماهير. إن شاء الله رانا في سياق واحد إحنا والجمهور، لكن نتمناو شوية يعني شوية تفاهم، لأن الأمور ما راحش تكون صعبة. إذا طرح كثير من اللاعبين في السوشيال ميديا، راح يعني حتى في بعض الناس إذا ماشي زعما همها تاخذ اللاعب، همها أنه مولودية الجزائر ما تاخذش اللاعب. فهمت؟ أنا جيت عندي يومين هنا فهمت أنه الموضوع هذا هو اللي صاير. يعني حتى لو ما ناخذش أنا اللاعب، يعني ماشي ياخذوا باش يعني همهم أنه مولودية الجزائر ما تاخذش اللاعب الفلاني. نتمنى احنا رانا نخدموا بشفافيه ونطمئن الجمهور انه رانا نمشوا في نفس السياق اللي راهم يفكروا فيه هما، ونفس المتطلبات اللي راهم حابينهم هما. ان شاء الله نلبيوها لهم باذن الله. حديث الساعة ربما بما أنه فتحنا ملف الميركاتو جمال، هو ملف اللاعب يوسف بالليلي وعودته إلى الفريق، والبيان الذي نشرته الإدارة في الساعات القليلة الماضية. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال كما ذكرت انت انه الإدارة وضحت كل شيء في بيان تاع أول أمس اللي ذكرت فيه كل شيء، يعني كل النقاط اللي كان لازم الجمهور يعرفها. تم تنوير الشارع الرياضي بالبيان اللي حطاته مولودية الجزائر. ويوسف بلايلي راهو وليد الفريق. يوسف بلايلي يعني في رغبة متبادلة بين أنا حضرت تقريبا، ما حضرتش الجلسات الأولى لأني ما كنتش، لكن من يوم جيت يعني تلاقيت بيوسف وحضرت تقريبا كل الجلسات.
الجلسات الموقعة، جلست على طاولة المفاوضات معهم. يعني المفاوضات كانت كلها سلسة، كلها يعني عبارة عن يعني ما كاش حاجة يعني نهضروها بزاف، لأنه الرغبة متبادلة بين اللاعب وبين بين الإدارة مولودية الجزائر. نتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله حين يعني كل حاجة تكون في وقتها مليحة إن شاء الله. إن شاء الله. قبل بالليل أيضا كان هناك ملف بندبكة الذي أساء الكثير من حق جمال. أنت تبعت الملف ربما حتى قبل التحاقك، ومن بعد كان لك أيضا دور في قضية بندبكة. والله أنا الملف تاع بندبكة تبعت، كنت خارج الوطن. يعني شفت ردود أفعال شوية، شفت وش صرا، لأنه أنا كنت دائما على تواصل مع الرئيس، بعض المرات نتكلم معه. يعني كنت تواصلت معه، وكنت كان تقريبا قال لي أنه تفاهمنا وخلاص على كل النقاط وهذا. بعدها في الأخير تفاجأت أنه بندبكة سافر خارج الوطن. وبعدها مباشرة بعد ما رجعت تم تعييني كمناجر. قلت والله نوقف على هذه النقطة هذه، نشوف هنا يواصل مليح. يعني الواحد يتبع الأمور. تكلمت أنا مع بندبكة شخصيا، يعني حتى كان هو خارج الوطن، كان سافر لتونس نتوقع في نفس اليوم. كلمته في الليل، في نفس اليوم اللي تعينت فيه كلمت بندبكة. وصراحة يعني ممكن الرئيس راح يسمعها الآن. يعني خديت ديسيزيون اللي قلت له إذا العرض المالي الأول ما بكش أنا نزيدوا لك، يعني نحسنوا الوضع المالي. قال لي لا، قال لي الموضوع ماشي قضية مال، اتفقت مع الإدارة على كل شيء. بعدها قلت له أنا سيت، أنا ماذا بيا، قلت له إذا تقدر ترجع، إذا تقدر على باليش أنا تعاود تولي نعاودو نتفاهموا على كل شيء. قال لي خلاص، قال لي أوكي، قال لي نتكلم مع العائلة تاعي، نفكر الليلة هذه، وغدوة إن شاء الله صباح ونرجع ليك. وكما كان الحال رجع لي، يعني بصراحة يعني بكل احترام، رجع لي غدوة من ذاك، رجع لي كلمني قال لي جمال اسمح لي، ما يعني بعد المشاورة مع الأهل تاعي والوالد تاعي وخاوتي قررت أني ما ندخلش الجزائر، ونتمنى إن شاء الله تسمح لي نيابة على. خاطي في الجزء الثالث يتكلم جمال على الأسماء اللي في الريزو سوسيو والعروض الرسمية. جمال يهدر على الأسماء التي راهي في الدور في السوشيال ميديا والإعلام. يقول ما نقدرش نخرجوا ولا نقولوا رانا نتفاوضوا مع فلان ولا فلان، على خاطر هذا الشيء يحرق المراحل ويدير تشويش. لكن أكد باللي في يومين فقط بعثوا أكثر من 4 عروض رسمية للاعبين، وأغلب الأسماء اللي طلبوا بها الأنصار هي كاينة في اللائحة، وهو يستنى الردود. ولكن مهمة بزاف صعيبة، ويقول ما يخصناش نبقوا في السلبية دايما، على خاطر حتى اللاعبين اللي موجودين دركا في النمسا يتأثروا، وهما اللي جابوا البطولة والسوبر. الفريق الأساس راه موجود، والتدعيمات راح تجي فوق، ماشي تعوضوا. هذا كلام راجل يعرف كيفاه شي يفكر. نسمعوا الجزء الثالث. مولودية الجزائر قلت له ما كاش مشكل. وفي هذا الصدد انا نتوقع انه لاعب ربي يوفقه، مولودية الجزائر ما توقفش هنا، ما توقف على حتى لاعب، تواصل. كاين لاعبين، يعني كاين لاعبين كيما كاين انديه، كيما هذا هو سوق الانتقالات. وماذا بي انا لاعب يجي يلعب في مولودية الجزائر، يجي يعني بالرغبه يعني التامه والشامله باش يكون يعني 100% معنا. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمولودية الجزائر في قادم التحديات. وما نتمناوش يعني الامور هذه تاثر سلبا، لانه في بعض المرات محمد خويا يعني كاين قرارات يعني ياخذها اللاعب تعسفيا يحملها النادي. يعني ما رانيش هنا ندافع على النادي، يعني ممكن يقول لك هو يدافع عن النادي لانه، لكن لا، في بعض المرات مثلا في حكايه بندبك يعني القرار كان تعسفي انه يعني اللاعب ما يدخلش الجزائر. يعني انا كاداره ما عنديش واش ندير، حتى لو نعطيه دراهم زايدين، ولا
ونحسن له العرض المالي كان ما كانش راح يجي. وهذا اللي كان. انا تفهمت اللاعب لاني كنت لاعب تفهمته، لكن ما لازمش نتوقفوا هنا، ما لازمش يعني نبقاو حزنانين على لاعب، لانه هذه مولودية الجزائر ومولودية كبيرة يعني، مولودية بمن حضرت هي مولودية الجزائر. جمال، هناك أيضا الكثير من الأسماء ربما مطروحة هذه الأيام في الصحافة، في وسائل الإعلام، في مواقع التواصل الاجتماعي. كثير، عشرات مئات من الأسماء. نعرف ربما كاين اقتراحات من الأنصار مثل ما تفضلت بالقول، كاين ربما نعرفوا ماناجيرا يدفعوا أسماء عندنا ربما يبعثوها في اكيد اكيد. مواقع التواصل الاجتماعي. هل صحيح هناك مفاوضات فعلية مع بعض الأسماء اللي راهي متداولة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة؟ شوف محمد، ما نقدروش دوكا كان هكذا ما يوليش احتراف، ما نقدروش اي شيء يعني لاعب فلاني تقولوا صفحة فلانية لازم حنا نخرجوا نقولوا خلاص سي بون نتفاوضوا معاه. اوكي، نحترموا الجمهور، ناخذوا بعين الاعتبار يعني التصريحات تاع الجمهور ولا التغريدات تاع المناصر اللي قالق على مولودية الجزائر. اكيد يعني شوف، اللي حب مصلحة النادي راهو يجي باين، واللي يشوش يجي باين ثاني محمد. يعني الامور الان صارت واضحة، احنا ما لازمش ندخلوا في السلبية كثير، نخلوا الامور كلها ايجابية. انا من هذا الباب نقول لك اني عندي يومين عمل حضرت على 5 عروض رسمية أرسلت، رسمية يعني أرسلت اللاعبين. ما نقدرش نجي نقول لك الآن شكون اللاعبين، لأنه ليس من الاحترافيين نروح نذكروا اللاعبين. في 5 عروض أرسلت، وما نقدرش نقول لك أنه كل اللاعبين اللي طالبوا بهم هم الموجودين في العروض. حتى هنا راح نحرق بعض يعني لي زيتاب، مانيش حاب نحرق يعني المراحل، لكن يعني اغلب اللاعبين اللي طالبوا بهم الانصار يعني في نفس السياق اللي راهم رايحين فيه الانصار، تمت ارسال عروض رسميه لبعض اللاعبين. اكثر من 4 لاعبين تمت ارسال عروض رسميه، ورانا ننتظروا في الرد تاعهم ان شاء الله. باذن الله راح تكون تدعيمات نوعيه. نقول تدعيمات، ما نقولش سد النقائص، لانه فريق مولودية الجزائر ما فيش نقائص، لانه الفريق كان بطل الجزائر، فريق عنده 3 سنوات هو يعتلي منصة التتويجات. ان شاء الله نحطوا كما يقولوا كامل واش عندنا من خبرات ولا من مجهود ولا من تعب باش ندعموا الفريق هذا. الفريق هذا ندعموه باش يكون يعني في مستوى تطلعات جمهور النادي. جمال، تحكيت على عروض رسمية من فريق لبعض اللاعبين. أحيانا المناصر ربما خوفا على الفريق يكون عنده فضول لمعرفة جديد حول الميركاتو. هناك أسماء يطرحها البعض مثل ما قلنا، لكن في نفس الوقت مثل ما تفضلت وقلت كاين فريق راهو يعمل في نفسه، خاصة لا يوجد تشويش ربما على هذه المجموعة التي تعمل وتنتظر التحاق الجدد. اكيد بطبيعة الحال، لانه شوف محمد، اذا نبقاو في السلبيه مثلا، حين تدخل في السلبيات كثير يعني حتى اللاعبين اللي راهم يحضروا في معسكر النمسا راح يتاثروا سلبي، لانه كل الناس الان عندها مواقع تواصل اجتماعي. بعض المرات يعني توصل الامور يعني تخرج شويه على السياق تاعها، توصل يعني يبقى يولي فيها شويه يعني يروحوا شويه، تكون شويه اجريسيفيتي شويه يعني يعني في التغريدات. وهذه يعني هذه الامور كلها تاثر سلبا على الفريق. لازم نفكروا في الناس اللي راهي تعمل، لازم ما ننساوش انه في لاعبين اللي حملوا البطوله وحملوا السوبر عندهم اقل. خطي في الجزء الأخير جمال بالعمري يعطي رسالة قوية للجمهور، يقول باللي المولودية هي الظلة الكبيرة ولازم تكون فيها اللحمة والثقة بين الجمهور والإدارة واللاعبين. أي واحد يقدر يغلط، المهم نتعلمه ونمشي لقدام، وهو يعتبر روحه الوجه اللي يحشم به قدام الجمهور، ويعد بالشفافية والتنوير، ويقول باللي الموسم الجاي راح يلعبوا على 4 جبهات: البطولة والكاس ورابطة الأبطال ورابطة إفريقيا، وهذا الشيء ما يكون إلا بالوحدة. وختم
باللي نجاحه هو نجاح مولودية الجزائر، وإذا ما نجحش يعتبر روحه فاشل. بصراحة كلام راجل يحس بالمسؤولية وبغى يرضي الجمهور. خاوتي، ما تنسوش رأيكم في التعليقات. واش قال جمال على المولودية الجزائر والتحضيرات. ونتمنى يكون موسم زين إن شاء الله. وتحية لكل الأنصار المولودية، وشكرا لكم. أشهر. يعني هاد الناس لازم ناخذوهم بعين الاعتبار حتى هما، لانهم حتى هما راح يكونوا مساهمين. حتى لو تكون تدعيمات، ما راحش إلا نجيبوا 4 ولا 5 لاعبين ماشي هما الفريق. يعني الفريق يعني الاساس راهو في النمسا. انا ماذا بيا اللاعبين نخلص الموضوع تاعهم. علاش حين سالتني انا قلت لي لا تمشي للنمسا. انا ماذا بيا اللاعبين اللي يمشوا للنمسا، اللاعبين اللي وقعوا ان شاء الله في السريه التامه هم اللي يمشوا للنمسا. لكن اذا نبقاو في شغل المولوديه، لازم انا واش نعرف على المولوديه، نعرف انه هي الدار الكبيره. الدار الكبيره ما لازمش تكون هكذا. الدار الكبيره لازم تكون فيها المحبه اكيد بالعمل. احنا ما نتخباوش. احنا اللي انا واحد لو جاه لي نحشم به نقابل به. يعني الدار الكبيره ما لازمش تكون هكذا. الدار الكبيره لازم تكون لحمه واحده. الدار الكبيره لازم يكون ثقه بين الجمهور وبين الاداره وبين طاقم فني وبين اللاعبين. اكيد بطبيعه الحال في بعض المرات يكونوا اخطاء في كاع المجالات. اللي ما يخدمش هو اللي ما يغلطش محمد. والناس تغلط عادي. اذا غلط يغلط واحد معانا، ولا يغلط لاعب ولا رئيس ولا على باليش. انا نقدر نغلط، انت تقدر تغلط، اي واحد فينا. انا غلط في حياتي، انت غلط، انا في كارير تاعي غلط. لكن لازم نتعلموا من الامور هذه ونديباسيو. وانا نشوف انه قوه المولوديه في لحمتها محمد. قوه المولوديه حين تكون يعني واقفه كرجل واحد. انا نوجه بالك نسرق لك هذه تاع راك رايح الكلمه الاخيره. نوجه لهم رساله لانصار مولوديه الجزائر اللي نكليهم كل احترام والحب والتقدير. وانا بالك عندي، على باليش، عندي سونتيمون سبيسيال لمولوديه الجزائر. ما انا انسان جاي ديريكت. انا بالك هم يعرفوني. انا وش يكون نقوله لهم، وش يكون انا نفرغ قلبي للجمهور. انا راح نكون، انا بالك انا نكون همزة الوصل بينهم وبين الإدارة وبين اللاعبين وبين الآخر. يعني خلاص يعني حتى الإدارة يعني لازم تمشي يعني في الأمر هذا. ولازم يكون تنوير للجمهور اللي يستحق التنوير. وإن شاء الله حتى ما لازمش يعني خاصة ما لازمش تهتز الثقة بين الجمهور والإدارة. يعني بغض النظر على اللاعبين الخدمة تاعهم في الملعب ومع المدرب والمجموعة لازم نحموها. لكن لازم نحمو بعضنا بعض حتى كأنصار وكإدارة. لازم تكون الثقة متبادلة بيننا. لأنه لو ما كانش الثقة متبادلة بين الجمهور والأنصار، الجمهور والإدارة، هذا الشيء راح يأثر سلبا على اللاعبين. خاصة وإحنا مقبلين الآن على موسم واحد آخر، موسم جديد وبطموحات مرتفعة جدا. ويعني رابطة إفريقيا جاية، رابطة الأبطال جاية في الطريق. عندك راح تلعب على 4 جبهات. يعني ماذا بينا نلعبوا على ال4 جبهات بكل قوة بكل شراسة. وهذا الشيء ما يكون إلا بالالتحام. أنا ما رانيش هنا باش نلقي الورود على أي واحد، ولا نلقي الأحكام تاعي على أي واحد. أنا راني نطالب ولا نتمنى إن شاء الله تكون، أنا نعتبر نفسي إداري الآن، نتمنى تكون الثقة بيننا وبين الجمهور. وأنا كيما قلت لك محمد، أنا الوجه اللي نحشم به نقابلهم به. يعني كيما خرجت اليوم هضرت معاهم والأمور راني نقول لهم بلي الأمور راهي ماشية 100%، والأمور راهي ماشية. وإذا كان خطأ مني ولا من الإدارة نخرج تاني ونهضر معاهم. صاي لحد الساعة راني نشوف أنه الناس راهي تخدم باش تستقدم اللاعبين باش لأنه علاش نروح ونرجعوا لميركاتو محمد. لأنه هذا هو محور الكلام. يعني حين تخرج في لي ريزو، فهمت؟ هذا هو محور الكلام. انا ندخل وليت خلاص عندي يومين خدمه، وليت ندخل للدار، دارنا يسقسوني واش جبتوا لاعبين جبتوا. يعني هذا هو محور الكلام. انا من النقطه هذه نضمن لهم انه العمل راه على قدم وساق باش نستقدموا اللاعبين. وكما قلت انا في يومين خدمه شفت انه اكثر من 4 لاعبين. اخر واحد الان دوكا ما عندوش يا ربي نص ساعه انا شفت العرض بعثوه اللاعب
بعثوه اللاعب، ان شاء الله الامور تصدق. وهذا اللاعب حنا مادام بعثنا له عرض يعني راه مرتبط مع نادي ولاعب مهم، ولاعب راح يكون ان شاء الله مليح، ان شاء الله تصدق الامور ونفرحوا كامل. يعني انا النجاح تاعي هو نجاح مولودية الجزائر. يعني انا اذا ما نجحتش مولودية انا نعتبر نفسي فشلت في المهمة تاعي. وانا باش ننجح في المهمة تاعي انا اول سنة تاعي اوكي عندي خبرة كلاعب، لكن اذا ما لقيتش السند من الجمهور والسند يعني البيئة المليحة اللي خليتها كي كنت لاعب. يعني ما رانيش نقول انه البيئة ماهيش مليحة، يعني البيئة اللي خليتها كلاعب تخليك تنجح. انا ماذا بيا نلقاها يعني كمسير باش نزيد ننجح ان شاء الله كمسير ونفرحوا ان شاء الله في الاخير. نتمنى لكم كل التوفيق. تحية مولودية الجزائر خويا محمد.